السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هتكلم عن الظل وعن الإضاءة بشكل مبسط. علشان نفهم أكتر هنفتح الصورتين دول مثلا، وبالكنترول نعلم على الصورة التانية هيفتح الاتنين مع بعض. تمام كده عندنا الاتنين شغالين. نقول مثلا إن احنا عايزين ناخد المنتج ده، عايزين نحطه في الصورة دي ويكون كأنه جزء من الصورة. إزاي نعدل الكلام ده؟ هنجيب أداة السلكشن اللي هي Object Selection. بعد كده نحدد المنتج، ولو في أي حاجة بايظة مننا ممكن نعدلها، مفيش مشكلة. تمام. يعني بس احنا بنحاول ناخد الفكرة. تمام، هناخد ده كوبي بكنترول وسي، ونرجع للصورة الأصلية بتاعتنا ونحط المنتج. تمام، هو باين إن المنتج محطوط فوق الصورة وملهوش دعوة خالص بالصورة. ازاي نخليه كأنه جزء من الصورة أو نحاول نقرب ده لأكتر حاجة ممكنة؟ أول حاجة إحنا محتاجين نعرف مصدر الإضاءة منين. هنلاحظ إن مصدر الإضاءة جاي من ناحية الشمال، من الناحية دي، علشان الظل اللي على الأرض نازل ناحية اليمين، فكده الإضاءة جاي من ناحية الشمال من فوق. لأن برضو الجزء اللي تحت مش منور، هو بيكون الجزء اللي فوق هو اللي منور. تمام، فاحنا كده تقريبا عندنا الشمس بتكون في الحتة دي أو مصدر الإضاءة. فاحنا كده نحتاج يكون مصدر الإضاءة في الجزء ده، والجزء ده هيكون مفهوش إضاءة، أو الناحية دي هيكون برضو فيه ظل. هنعمل ازاي الكلام ده؟ نقدر نعمله بأكتر من طريقة، بس الطريقة اللي أنا بستخدمها شخصيا واللي ممكن تكون كويسة ومفيدة للبعض، إن احنا ناخد كوبي من الشكل بتاعنا، ونبدأ نعمل كنترول وألت وتي علشان نتحكم في الأبعاد بتاعة الشكل، ونفضل دايسين على كنترول ونسحب من فوق بحيث إن احنا إيه، نخلي الشكل نايم على الأرض بالشكل ده، ونفضل نعدل فيه لحد ما يبقى شكله مناسب معانا وفي نفس اتجاه الظل، لأن هو جاي بميل كده بالجنب ناحية اليمين، فاحنا نخليه برضو بنفس الزاوية. نقرب شوية علشان نعرف الأبعاد، ونخليه ايه تحت المنتج بتاعنا كده. تمام. تمام، احنا بقى محتاجين نخلي الشكل ده ظل. هنيجي بكل بساطة على اللاير، دبل كليك، نضغط مرتين، أو ممكن من كليك يمين وبلندنج اوبشن. هنيجي في الكالر اوفرلاي علشان نخليه لونه اسود، نخلي اللاير كلها لونها اسود. وبعد كده نقلل الاوباسيتي شوية، ونيجي عند الفلتر هنختار البلور والجاوسن بلو. هنبدأ نعدل في الرينج بتاعها لحد ما نحس ان الشادو بقي مظبوط او مقارب للشادو اللي موجود في الصورة او للشكل اللي احنا عايزين نعمله. تمام، بحيث برضه ان احنا لو قللنا خالص هنلاحظ ان الحواف بتاعته حادة شوية، كل ما نزود هنلاحظ ان الحواف بقت انعم شوية، وده اللي احنا عايزين نعمله من البلور. يعني ممكن نقول ان هو كده مناسب، ونقلل برضه الاوباسيتي شوية بحيث ان هو يكون متناسب مع اللون ده او مع الظل ده. تمام، بس برضه لسه مش كفاية. ليه؟ احنا محتاجين نعرف برضه ان الشكل ده جاي عليه مصدر اضاءة. مصدر الإضاءة ده تمام ماشي، خلى فيه جزء الظل ده، لكن برضو المفروض يكون فيه تحت المنتج برضو ظل. يعني هو الظل ده برضو بيكون موجود تحت المنتج. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ ممكن برضو نجيب من الشيب اللي هي الدايرة، ونعمل دايرة بالشكل ده، ونخليها برضو تحت المنتج، اللير بتاعتها تحت لير المنتج بتاعنا. كنترول وآلت وتي، ونبدأ نعمل وارب ونظبط في الشكل بتاعها. دي طريقة، ونعمل برضو نفس الحكاية اللي هو الفلتر والبلور والأوباسيتي والكلام ده كله. في طريقة تاني ممكن نعملها، وهي إن احنا نجيب الفرشة، ومن هنا نمسك النقطة دي ونبدأ نسحبها لتحت. هنلاحظ إن الفرشة بتميل معانا بالشكل ده، نفس شكل الدايرة اللي كنا عاملينه. هنقلل بس الحجم شوية،
ونروح مقللين الفلو ده بيقلل الحدة برضو بتاعة الفرشة، بمعنى ان احنا محتاجين نستخدمها اكتر من مرة عشان تطلع الشكل بتاعها. يعني الفلو 100%، لو دوست ضغطة هنا هنلاحظ ان الشكل بتاعها او الفرشة واخدة قوة التشبع بتاعتها، لكن لو قللنا الفلو شوية ودوسنا ضغطة هنلاحظ ان هي حدتها قلت، وكل ما نقلل الفلو حدة الفرشة بتقل. فاحنا نخليها قليلة شوية، ونبدأ نخليها مثلا هنا، ونروح دايسين مرة بحيث ان هو ايه يعمل الشادو اللي تحت المنتج. ونبدأ نخلي الشادو تحت المنتج اكتر حاجة، يعني بيكون تحت المنتج هنا اكتر مكان غامق، والباقي بيكون متدرج لحد ما يكون خفيف بالشكل ده. تمام كده احنا عملنا الشادو اللي تحت المنتج، بس مصدر الإضاءة برضو لسه مش مؤثر في المنتج، فاحنا محتاجين إن احنا نظبط الإضاءة على الشكل نفسه. الكلام ده ممكن نعمله ازاي؟ ممكن نعمله برضو بأكتر من طريقة، في الإكسبوجر وفي البرايتنس. أنا عامة بفضل أستخدم الإكسبوجر، وبرضو في الكيرفس ممكن نستخدمها. الإكسبوجر هنعمل اتنين، مرة للظل ومرة للإضاءة. ازاي الكلام ده؟ أول واحدة مثلا هنعملها للظل، إن احنا نقلل الإضاءة شوية بحيث إن احنا نلاحظ إن الدنيا بقت غامقة، اللي هو شكل الظل بتاعنا هيكون عامل ازاي واحنا مركزين على المنتج. تمام، يعني تقريبا كده مناسب. هو كده متطبق الماسك بتاعه على اللاير كلها او على البروجكت كله. علشان نعكس الماسك ده بندوس كنترول واي بيعكس الماسك. تمام، هندوس كليك يمين وبعد كده ندوس كليبنج ماسك علشان يبقى تأثيره على اللاير دي بس. زي ما قلنا الكليبنج ماسك بتخلي تأثير اللاير اللي فوقيها على اللاير اللي تحتيها بس. هنيجي نعلم على الماسك هنا ونجيب الفرشة، البيضة، ونبدأ نلون الجزء ده. هنلاحظ إن هو بيعمل تأثير الإكسبوجر اللي احنا كنا عاملينه أو اللي احنا اخترناه، وإن احنا نغمق الجزء ده علشان نخلي الجزء ده فاتح، لأن ده الجزء ده مش واصل له الضوء. واحنا محتاجين برضو نلاحظ إن احنا عندنا تحت هنا الجزء ده، يعني أكتر مكان غامق أو أكتر مكان ظاهر فيه الظل. فممكن نعمل الكلام ده بإن احنا نعمل لاير جديدة، وبرضه نعملها كليبنج ماسك علشان يكونوا هما الاتنين على اللاير دي اللي هي لاير المنتج. ونجيب الفرشة السوداء ونعمل بس كليك بسيط هنا بحيث إن احنا نعمل السواد ده أو إيه الشكل ده، علشان بس ندي غمقان شوية للحتة اللي تحت دي علشان تبان واقعية أكتر. الجزء ده تمام ماشي فيه إضاءة هو لوحده تبع المنتج، بس في اعتبار إن هو مفهوش أو محتاجين إن احنا نزود الإضاءة، لأن زي ما هو واضح إن الإضاءة شديدة شوية. هنجيب الإكسبوجر برضو ونروح معليين المرة دي علشان نعمل الإضاءة لحد ما نلاحظ إن الدنيا تمام. لو عايزين نركز على المنتج بس ممكن من البداية نعمله كليبنج ماسك علشان نشوف شكله على المنتج بس. يعني ممكن يكون مثلا كده تقريبا مناسب. ونبدأ نعكس الماسك من كنترول واي ونتأكد ان احنا ضاغطين هنا على الماسك، ونجيب الفرشة نغيرها للبيضة ونبدأ نلون الجزء ده. هنلاحظ ان هو بينور معنا بالشكل ده. وهنبدأ نعدل بقى في المنتج لحد ما نوصل للنتيجة المرضية اللي احنا محتاجينها، واللي تكون في نفس الوقت مناسبة مع الشكل العام بتاع الديزاين. يعني مثلا الجزء ده ضل مننا واحنا بنعمل الظل، فممكن نجيب هنا ونعكس الفرشة نخليها السوداء ونبدأ نشيل الجزء ده، ونجيب هنا ونعكسها تاني عشان نخليها بيضة، ونبدأ نضيف إضاءة في الجزء ده علشان برضو الشمس جاية من فوق ومن على إيه الشمال. بس هي بتكون متركزة في الحتة دي، وهنا بتكون ضعيفة شوية وهنا ضعيفة شوية. هي دي فكرة الظل والإضاءة، واحنا طبعا بنفضل نعدل في الحاجتين دول لحد ما نوصل للحاجة اللي احنا محتاجينها بالظبط.